بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنتكلم النهاردة عن تفسير بعض رؤية الأسنان في المنام والذعر اللي بيحصل عند الإنسان والخوف والقلق من كتر ما سمعنا إن تفسير الأسنان معظمه مش الأفضل، وإن في حد هنفقد حد من الأقارب وهكذا. فإحنا ربنا يعيننا ويقوينا كده ونجتهد وربنا يفتحها علينا، هنقول اللي نقدر نقوله واللي ربنا هينوره لنا يعني. هي في البداية كده إن رؤية الأسنان يعني ترمز رؤية الأسنان في المنام بشكل أساسي إلى الأهل والأقارب وأهل بيت الرائي وهكذا. ولكن لما نيجي نشوف في القرآن والسنة، يعني لا توجد آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة مثلا تنص مباشرة يعني ما بتنصش نص مباشر أو قوي على تفسير رؤية الأسنان في المنام أو سقوطها في المنام، هكذا يعني. ولكن هنا علماء التفسير طبعا القدامى وهكذا بدأوا يستنبطوا تفسير الأسنان سقوطها أو أي شيء بيحصل في الأسنان من كلمات من القرآن والسنة وهكذا يعني. وبرضه هنا يعني العلماء القدامى والعلامين الكبار طبعا قسموا يعني الرؤى دي على أشياء كثيرة يعني. فإحنا هنبدأ يعني ربنا يكرمنا ونقدر نفيد قدر المستطاع يعني. يعني أولا كده دلالة تقسيم الأسنان على الأقارب والأهل وهكذا. يعني مثلا الأسنان العلوية بترمز إلى الرجال أو الأقارب من جهة الأب. الأسنان العلوية بترمز إلى الرجال والأقارب من جهة الأب. والأسنان السفلية بترمز إلى النساء أو الأقارب من جهة الأم. دي أنا بوصف لكم الأسنان الأول وبعد كده يعني هنوصف تفسيرها. الأسنان الأمامية ده بترمز إلى الأب أو العم أو الأولاد أو الإخوة. دي دلائل الأسنان، هو زي ما بقولها كده في اللي استنبطت من القرآن والسنة. الأنياب بترمز إلى إلى سيد الأهل اللي هو يعني رجل المنزل أو هكذا يعني. الأضراس بترمز إلى الأجداد أو الأقارب كبار السن، الأضراس. ثانيا بقى حالات رؤية الأسنان وتفسيرها، فإحنا يعني إيه هنبدأ كده ربنا يفتحها علينا. يعني سقوط الأسنان في اليد أو في أو إن أنت لحقتها وضمتها في صدرك كده بيدل على طول عمر الرائي حتى تسقط أسنانه من الكبر. وساعات سقوط الأسنان دي بيرمز إلى الرزق بمال أو بمولود جديد. ما تستغربش عن اللي أنت بتسمعه. والدليل بالمقياس، وإن العلماء استنبطوا الكلام دوت إن في الواقع فالأسنان لا تسقط كلها في الحقيقة إلا لمن طال عمره وعاش طويلا. يعني انت لو حلمت ان اسنانك كلها وقعت كلها كده فده طول عمر ليك، لان الاسنان في الواقع يعني الانسان على ما يفقد اسنانه كلها بيكون عمر، يعني بيكون مر في العمر طويلا يعني. انما سقوط الاسنان على الارض، وان انت سن او سنان تسقط من اسنانك على الارض وان انت تفتقدها وما تلاقيهاش، فربما ده بالفعل بينذرك انك انت فقدان شخص عزيز عليك او مرض شديد هيصيب احد الاقارب هكذا يعني. اما الاسنان المتخلخله، يعني اللي بتتحرك ولكن هي لسه في مكانها، ده بيدل على مرض يصيب احد افراد العائله او قرار او عدم استقرار في احوال الرأي. ده بيكون في عدم استقرار في امور حياتك، او انت في قرار انت مش قادر تاخده او تصيب فيه يعني. وهنا برضو في تفسير رؤية الأسنان أنا بتكلم على تفسيرات عامة أهو. الأسنان إنها متسوسة. الأسنان المسوسة في المنام اللي هي مش حلوة، متسوسة، بتدل على الهموم والعيوب أو المشاكل والنزاعات بين الأقارب. فالأسنان المتسوسة دي دايما بتكون تحذيرية أو بتكون جاية ليك إن أنت يعني ربنا هيسر لك أمرك بإذن الله تعالى يعني. وحاجة تانية بقى هنا الدلالات العامة من الكتاب والسنة بقى اللي هم استنبطوها بعض المفسرين. بما أن الرؤى بتبنى على المقياس والشبه والأسماء يعني، الاسم مهم في رؤية الأسنان برضو والصفات بتاعة الشخص لازم أن المفسر يسألك هكذا يعني. ففي بعض الحاجات يعني القياس من القرآن، استخدم القرآن أجزاء الجسد للتعبير عن العزوة والسند كده يعني. القرآن وصف الأجزاء الجسم كلها يعتبر. فإحنا مثلا هنقول هنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استخدم القرآن أجزاء الجسد لتعبيره عن العزوة والسند، كقوله تعالى في سورة القصص:
سنشدد عضدك بأخيك. العلماء بقى القدام عملوا مقياس سنشدد عضدك بأخيك. العلماء قاسوا إن الأسنان على أنها عضد الإنسان وعزوته. أنت طبعا لما بتيجي تاكل يقول لك أنت عضتني أنت، فهي كده اتقاست كده يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عزوته وأهله وأقاربه والإنسان بيستقوى بيهم، ده أخويا أنا بتحمى في ربنا، في أخويا بعد ربنا وفي عمي، هكذا يعني. أما المقياس بقى من السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم الرؤى إلى 3 أقسام، حيث قال الرؤيا 3: فبشرى من الله، ورؤيا تحذيرية من الشيطان، ورؤيا تحزين، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث به المرء نفسه. يعني مش كل الرؤى بتاعت الأسنان أو كل الرؤى العامة يعني تقوم قلقان. فأنت طبعا إذا رأيت رؤيا مزعجة فأنت بتقوم بتنفس سلاس عن شبالك وما بتحدثش بها حد يعني. فبناء على الحديث اللي أنا قلته دوت، يعني إذا رأى الشخص سقوط أسنانه وكان يعاني أصلا من ألم فيها في اليقظة، أو كان خائفا من طبيب الأسنان، يعني أنت أسنانك وجعاك وخايف تروح لطبيب الأسنان، فالرؤيا دي بتكون حديث نفس وليست رؤيا صادقة وليس لها أي تعبير يعني، والله أعلى وأعلم. وسقوط الأسنان مع نزيف مرعب وألم شديد، فهي غالبا ما إن هي تحزين من الشيطان أو قلق ليك من الشيطان، والله أعلى وأعلم. فمش كل حد شاف رؤية أسنان بتبقى مقلقة، لأن في ناس في الشائع بتاعهم إن رؤية الأسنان أو سقوط الأسنان دوت بيؤدي إلى فقدان شخص عزيز عليا، وإن في حد هيموت لي. لا خالص خالص، ربما بتبقى بترمز لخصام بين الأهل، وربما بترمز لحالتك المادية إن أنت في كرب، وربما بترمز لحاجات كتير جدا. ولكن من النادر جدا 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 ان هي بتكون بتحذرك او بتقولك ان انت هتفقد حد من الاهل او من الاقارب. فعايز اللي كان بيسمع الفيديو ده او اللي يسمع الفيديو يطمن ويترك الامر لله. وانا ضفت على قد ما قدرت اضيف، والله الموفق.